السلام عليكم. أرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن الملاعب الجزائرية. ملعب قسنطينة الأسطوري، والذي أطلق عليه في وقت سابق اسم ملعب 17 جوان، وحاليا ملعب الشهيد داود سليمان أو حملاوي. أصبح يتوفر على أرضية ميدان جديدة ذات عشب طبيعي مزود بنظام امتصاص وصرف مياه الأمطار، و26 باب دخول إلكتروني، بالإضافة إلى 23 ألف مقعد جديد تم وضعه بكامل المدرجات، وشاشة عملاقة بمساحة 84 متر مربع، وكذا مضمار للألعاب القوى تم تجديده بالكامل. يستفيد الضيوف من مرش ودورة مياه عصرية، وكذا غرف تغيير ملابس بكراسي مريحة طبعت عليها اسم المركب. ونظام تكييف مركزي وعصري. ولم يتوقف الإبهار هنا فقط، فالمركب يحتوي على 3 ملاعب معشوشبة طبيعيا للتدريب، وقاعة محاضرات، وغرف تغيير ملابس إضافية، وأخرى خاصة بالحكام، ومشتلى لزراعة العشب الطبيعي، علما أن الشركة المشرفة على استنبات العشب الطبيعي بالملعب هي شركة وطنية أشرفت على جميع مراحل زراعة العشب. دون أن نغفل أن المركب يحتوي على 4 حظائر كبيرة لركن المركبات. نسبة أشغال مختلف الورشات بلغت 99%، فضلا عن إنجاز ممرات خاصة بالصحفيين وأنصار الفريق المنافس، وكذا تجديد القاعة المخصصة لممثلي وسائل الإعلام والمنصة الشرفية، كما تم تركيب مكبرات صوتية بأحدث التقنيات، وتزويد الملعب بتدفق عال للإنترنت، ولأول مرة في الجزائر بسرعة قدرت ب30 جيجا بايت، يستفيد منها كل الحضور بما في ذلك الجماهير والصحفيين على حد سواء، مع إمكانية تزويد الإعلاميين بكابل موصل مباشرة إلى الحاسوب الشخصي بسرعته، وبسرعة تصل إلى 1 جيجا بايت. وكذا متعاملي الهاتف النقال الذين وضعوا أعمدة معززة للإرسال بالملعب لتغطية كامل المساحة وبتدفق عال للإنترنت. ما وقفنا عليه اليوم يؤكد أن قسنطينة جاهزة 100% لاستضافة الحدث بمميزات وبدفتر شروط يضاهي دفتر شروط الفيفا، دون أن نغفل الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لتزيين كامل أزقة الولاية وتزويدها بنظام إضاءة عصري أعطى فسيفساء رائعة مبرزا لزخم وتاريخ عاصمة الشرق الجزائري. تجدر الإشارة أن المركب لم تتبقى به سوى بعض اللمسات وأشغال التهيئة الخارجية، على غرار استبدال مصابيح الأضواء الكاشفة بالنظام الثنائي الباعث للضوء،
وبالإضافة إلى طلاء وتزيين جميع الواجهات، وهو ما وقفنا عليه خلال زيارتنا لمختلف زوايا المركب.